وصلت إلى محافظة عمران اليوم قافلة دعم وإغاثة للنازحين والقوات المسلحة والأمن في محور الملاحيض، مقدمة من المغترب اليمني بدولة الإمارات العربية المتحدة علي أحمد اللمذي. وتتضمن القافلة التي يرافقها أبناء قبيلة حضر خولان الطيال بمحافظة صنعاء 100 شاحنة وسيارة تحمل 300 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مواد إيوائية من فرش وبطانيات وخزانات مياه وأدوات منزلية، دعما للقوات المسلحة والأمن ومساهمة في تخفيف معاناة النازحين الذين أجبرتهم عناصر الفتنة والتخريب والإرهاب على ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح إلى مخيمات الإيواء. وأكد المغترب اليمني علي أحمد اللمذي لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن هذه القافلة تعتبر رسالة من المغتربين اليمنيين بأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع الوطن والثورة والوحدة والقوات المسلحة والأمن وباسم محافظها الشيخ كهلان مجاهد أبو شوارب وقيادة السلطة المحلي والأمني في محافظة عمران بالأخ الشيخ علي أحمد اللمذي أحد المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة ورجل الأعمال الذي ينتمي إلى هذه التربة، ينتمي إلى خولان الطيال. هذا هو أول مغترب من المغتربين الذي يبادر بمبادرة ذاتية بهذه القافلة السخية التي تتكون من 100 عربة وشاحنة وتحمل على أثقالها بما يعني ما يساوي مبلغ 30 مليون ريال. فهذا هو التآزر وهذا هو الإخاء وهذا هو الالتفاف الجماهيري الكبير. لبينا نداء الواجب ونحن نجود بما نملك تضحية ودعما لإخواننا في سواء مؤازرة لإخواننا في القوات المسلحة أو دعما لمن تضرروا في جراء الحرب هذه الخبيثة، واصطفافا وراء قيادتنا السياسية ممثلة بالمشير علي عبد الله الصالح ابن اليمن البار. وهذا ما نجود به حاليا، ونحن على استعداد لمواصلة القوافل وحتى إلى أن تقضي قواتنا المسلحة والأمن الباسل على شرذمها الخبيثة. وأنا اليوم نسهم مع النازحين وأبناء قواتنا المسلحة والأمن المرابطة في صعدة وفي حرف سفيان وفي الملاحيط، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى قائد المسيرة، قائد الوحدة، الرمز، المشير علي عبد الله الصالح، الذي سنتبعه وسنوفى معه بالدم. وهذه مقدمة دعم ومساندة لإخواننا النازحين من أبناء محافظة صعدة ولأفراد قواتنا المسلحة والأمن المرابطين والصامدين في ميادين ومواقع الجبهات القتال ضد عناصر التمرد والفساد الحوثيين.